مش كل تعب معدة جرثومة معدة. أحبابنا الكرام، أهلا بكم في خاطرة طبية سريعة. مش كل وجع في المعدة يبقى جرثومة معدة. جرثومة المعدة بتصيب أكتر من 50% في البلاد المتقدمة، وممكن أكتر من 70-80% في البلاد الغير متقدمة. لو عندك تعب في المعدة مستمر يبقى لازم تكشف عند متخصص يسمعك ويفحصك ويشوف سببه ايه. ممكن يكون الكبد، ممكن يكون المرارة، ممكن يكون المعدة، ممكن يكون ارتجاع المريء، ممكن يكون القولون، وللأسف ممكن يكون جاي من القلب من فوق. ومؤخرا حصلت كام حالة وفاة بسبب جلطات القلب لناس مشاهير في مصر، وكانوا فاكرينها تعب معدة وما كانش كده. الرسالة: لو عندك تعب مستمر في معدتك لازم تكشف عند متخصص يسمع شكوتك، يفحصك، يطلب الفحوصات اللي تشخص حالتك. مش كل تعب معدة جرثومة معدة. شفاكم الله وعافاكم، ويا رب يكون علم نافع. دكتور إسماعيل قاسم، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمعهد الكبد القومي.